وتفضل البسبوسة طبعا هي السهل الممتنع، جميلة كده وحاجة كيوت في نفسها قوي البسبوسة المكرملة. هنعملها النهاردة ان شاء الله بطريقة سهلة وبسيطة، هتنجح معاكي بإذن الله من أول مرة. سواء بقى هتعمليها بالمكسرات، هتعمليها سادة، الاتنين ان شاء الله هيعجبوكي واحلى من بعض. خطواتها سهلة، بس المهم ان احنا نقدر نعمل التركات زي ما هي كده، ونخلي بالنا من التفاصيل، لان مش مهم ان يبقى معاكي المقادير قد التفاصيل كده ما بتكون مهم. اللي اول مرة يشوفني، انا سمية من مطبخ مصر. يا ريت تدعموني وتشرفوني وتشتركوا في القناة، وتعملوا كمان تفعلوا زر الجرس على الكل علشان يوصلكم كل جديد. ويا ريت تدعموا الفيديو وتعملوا له لايك وتعملوا له شير كتير لاخواتكم وحبايبكم، علشان الفيديو يترفع ويتشاف والقناة تكبر بيكم بإذن الله. شايفين قد ايه البسبوسة مرملة وجميلة، لونها وقوامها وريحتها وطعمها كل حاجة مظبوطة ان شاء الله. بعد الصلاة والسلام على رسول الله هنبدأ فيديو النهاردة. في الاول كده هتجيبي طاسة او هتجيبي كسرولة او اي حاجة صغيرة عندك، هتبدأي تحطي فيها كوباية من السكر. سكر حبيبات عادي مش مطحون، حتى لو لونه غامق شوية مفيش مشكلة. وعندي ده عسل الجلوكوز، ده بتاع الحلويات عند اي حد بتاع مستلزمات حلواني، ممكن تلاقيه عند العطارين كمان في العطارات الكبيرة. هنحط منه معلقة كبيرة كده، وهنحط كمان ربع كوباية مية، ربع فقط من المية على معلقة كبيرة من عسل الجلوكوز، معلقة كبيرة أو معلقتين صغيرين، وكوباية السكر. هنبدأ كده نرفعهم على النار. طبعا مش هنيجي جنب السكر ولا هنقلبه، ممكن نهز الطاسة كده كل شوية لغاية ما السكر يدوب. بعد ما السكر يدوب زي ما احنا شايفين كده، نبدأ نحط بقى المعلقة في الطاسة. انا طبعا هعمل في الطاسة دي النهاردة، وانت زي ما قلنا اي حاجة عندك تستوعب المقدار هتعملي فيها. هتبدأي بقى تخلي بالك طبعا، لان هي شعرة بسيطة من ان السكر يتكرمل ومن انه يتحرق. تيجي من الجنب كده وتقلبي بالراحة، احنا عايزينه ياخد لون ويكون اللون بتاعه فاتح، مش عايزين اللون الغامق ولا ريحة الحريق ولا الكلام ده. تقليب كده بالراحة لغاية ما يبدأ يلون معاكي. اول ما يلون معاكي بقى تهدي النار طبعا، ونشوف بقية الاضافات اللي احنا هنحطها. طبعا احنا هنحط معاها السمنة، وهنحط كمان اللبن. هي بتتعمل بلبن مش بزبادي. طبعا احنا هنوحد المعايير. انا طبعا سايبه الكاميرا على يعني زي ما هي، مش عايزه اقص ولا اسرع الفيديو علشان تشوفوا كده تقريبا الوقت هياخد معاكم قد ايه. طبعا النار هاديه علشان تضمني ان مفيش حاجه تتحرق منك بسرعه. هنوحد المعيار بتاعنا اللي هنحط بيه اللبن، هو اللي احنا حطينا بيه السكر هو اللي هنحط بيه السمنه. هنحط كوبايه من كل حاجه. يعني في الاول كانت كوبايه سكر، خلاص احنا وصلنا كده بقى لدرجه الكرمله بتاعتنا اللي احنا عايزينها. اللون ده كده في منتهى الجمال. تمام كده شايفينه، هوريكم شويه كده منه على المعلقه. حلو قوي اللون ده. هبدا بقى ان انا اجيب السمنه الاول. السمنه دي بقري او جاموسي، سواء بلدي او حتى لو مش عندك البلدي ممكن تستعملي سمنه العنب. طبعا البسبوسه ما بتعملش بزبده، البسبوسه لازمها سمنه، وكل ما كانت السمنه احلى ونوع كويس كل ما كانت نتيجه البسبوسه طبعا افضل كتير. هنبدا بقى نحط كوبايه السمنه، وطبعا احنا لسه حاطين على النار عادي زي ما احنا، ونبدأ نقلب السمنة كده مع الكراميل بتاعنا. تمام السمنة كده ساحت، هنبدأ بقى نجيب كوباية اللبن الحليب. اللبن الحليب ده برضو بدرجة حرارة المطبخ العادية. نبدأ بقى نحطه هو كمان بالراحة وعلى ظهر المعلقة كده، يعني شوية شوية، علشان طبعا الوقت ده بيعمل بخار كثيف، وممكن ان هو لا قدر الله يعني يحرق ايدينا او حاجة، فنخلي بالنا قوي من النقطة دي. بالراحه كده نصب شويه بشويه ونهدي النار شويه، وهنبدا نحركها. طبعا هتحسي ان السكر متكتل كده وعامل طبقه، ولا يهمك الطبقه دي بقى، مع التقليب هتروح معاكي على طول. طبعا هتحسي ان اللبن مقطع كده في قلب الخليط، مفيش اي مشكله خالص ولا هيبان الكلام ده. قلبي بقى بالراحه كده زي ما انت شايفه، وتخلي بالك وما يبقاش معاكي اطفال في المطبخ ولا حاجه، لغاية ما الخليط ده يفك كده والكراميل يفك خالص وكل المكونات دي تندمج مع بعضها كويس. تطفي عليها النار. تمام زي ما احنا شايفين كده. بمجرد ما الخليط هيبدأ ان هو يغلي معاكي كده كل حاجة هتفك ان شاء الله، والمكونات هتكون اندمجت. هتطفي عليها بقى وهتركنيها على جنب. طبعا احنا مش هنشتغل فيه وهو سخن بالشكل ده، لا احنا هنشتغل فيه وهو يدوب فاتر زي رضعة البيبي كده.
ما تكونش درجة الحرارة اعلى من كده، يعني تحط ايدك فيه عادي، ما تحسيش ان انتي بتتلسعي ولا حاجة. بعد كده بقى هنبدأ نجهز دقيق السميد بتاعنا. انا هشتغل في نص كيلو او 3 كوبايات. طبعا المج ده احنا موحدينه لكل المعايير، زي ما قلنا كده احنا حطينا 1 لبن، 1 سمنة، 1 سكر، هنحط لهم 3 من دقيق البسبوسة. طبعا دقيق البسبوسة تجيبيه من مكان كويس وتتأكدي من نظافته، لان يعني ساعات بنجيبه وبصراحة برميه لان بيطلع مش نظيف وفيه حشرات وحاجات زي كده. عايزة تحطي بقى معلقتين جوز هند معاه تديلهم كده طعم وريحة، مفيش مشكلة. انا دايما بحط شوية صغيرين دول من البيكنج باودر، يعني حوالي ربع معلقة كده، مش اكتر ولا اقل من كده. واقلب بقى المكونات الجافة مع بعضها. وعندي بقى الصينية هدهنها طحينة. الصينية دي مقاس 28، 28 يمشي و30 يمشي، 26 هتبقى تقيلة شوية. هنبدأ بقى نحط الشربات على النار. البسبوسة خلاص المفروض ان هي درجة حرارتها نزلت معانا كده دلوقتي، واحنا نبدأ نحط السكر على النار. هحط كوباية ونص من السكر، حطت لهم كوبايتين من المية وهحطهم على النار. وابدأ بقى اشتغل في البسبوسة. لما درجة حرارتها زي ما اتفقنا كده هدت، هنبدأ نحطها على دقيق البسبوسة، ونبدأ نقلب بالمعلقة بالراحة كده زي ما احنا شايفين لغاية ما نخلط المكونات دي كلها مع بعضها. المفروض ان هي ما تاخدش منك وقت، يعني يا دوب تلفيها بالمعلقة كده وبس. الموضوع ان هم يختلطوا، ممنوع العجن وممنوع التقليب الكتير، ده هيخلي يعني البسبوسة تنشف معاكي بعد كده في التسوية. خلاص اتقلبت كده وبقت بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وده القوام اللي احنا عايزينه. هنبدأ بقى نجيب الصينية اللي احنا متفقين عليها، صينية مقاس 28. هبدأ أصب فيها الخليط بتاع البسبوسة، وطبعا بسطح المعلقة كده أو حتى بإيدك تبلي إيدك شوية مية صغيرين، وتبدأي إن انتي تساوي البسبوسة في قلب الصينية. نساوي سطحها كويس، وتتأكدي كده إن الجنوب بتاعتها متساوية من كل ناحية، يعني مفيش جنب تخين وجنب رقيق. بعد كده البسبوسه بتاعتنا بقت بالشكل ده. انا شغلت الفرن على 200 درجه، وهبدا ان انا احطها في اول رف من تحت. مش هحطها في ارضيه الفرن ولا هحطها في نص الفرن، لا، اول رف من تحت، لان البسبوسه بتحب دايما النار تبقى عاليه. هبدا بقى ان انا احط الشربات على النار. زي ما قلنا كوبايه ونص من السكر، حطيت عليهم كوبايتين ميه ومعلقه من عسل الجلوكوز، واحطهم على النار. المفروض ان هم يغلوا معانا من اول ما تغلي بالساعه كده 5 دقايق بالظبط، وبعد كده تطفي عليها. تطفي عليها امتى؟ لما تكون البسبوسه بتاعتك استوت. وتجيبي معلقه حلوه كده من السمنه البلدي وتحطيها في قلب الشربات. دي هتدي لمعه حلوه كده، وبتدي برضو ايه ريحه جميله للبسبوسه. هنحطها ونقلبها كده. انا ما بحطش في الشربات لا عصير ليمون ولا بحط حاجه اكتر من كده. البسبوسه اخدت معانا اللون التحفه ده. هنبدا بقى ان احنا نسقيها واحده واحده كده زي ما انتم شايفين ما شاء الله. اذا خرجت معاكي وبدات تشرب بالشكل ده، تعرفي ان انت عامله صينيه بسبوسه ناجحه 100%. نبدا نسقيها بقى بالشكل ده كده شويه شويه، علشان يعني الشربات بتاعها ما يبقاش كتير ويقف معانا على الوش. بالكرنيب كده او بالكبشه نحط شويه بشويه لما تتشرب معانا الكميه كلها. طبعا البسبوسه تكون طالعه من الفرن فورا سخنه، وكمان الشربات يكون بيغلي. لازم الاتنين يكونوا في اعلى درجه حراره. وبعد كده هتسيبيها بقى مع نفسها لما تشرب الشربات كاملا. الكميه اللي احنا عاملينها المفروض ان هي تشربها كلها. ودي بعد بقى ما يعني هدت شويه كده، كان تقريبا خارجه من الفرن بقالها ساعه. هبدا بقى ان انا افك الصينيه كده واخرج البسبوسه من الصينيه دي. شايفين بقى اللون والجمال والترميله والطراوه اللي فيها؟ حاجه بصراحه تستحق ان انت تقومي تعمليها حالا. كده البسبوسه كده بالشكل الحلو ده. عايزه بقى تحطي عليها شويه مكسرات قبل ما تدخليها الفرن، يعني بعد ما تسوي البسبوسه عايزه تحطي مكسرات بتجيبيها تحطيها، تضغطي عليها بايدك كده ضغطه خفيفه بحيث ان هي تدخل جوه البسبوسه شويه. بعد كده بقى انا فكيتها وحطيتها في طبق التقديم. هبدا اجيب بقى شويه من الفستق وارشهم على وشها، لان دي انا مش هعملها بالمكسرات. في صينيه تانية انا يعني حطيتها في اول الفيديو كنت حاطه فيها شويه مكسرات. دي هنكتفي كده بالفستق الحلبي. يبقى عملنا دي وعملنا دي. ممكن طبعا تقدميها ساده زي ما هي. هي بصراحه مش محتاجه اي تزيين ولا محتاجه اي حاجه، هي كده فخامه الاسم تكفي. زي ما احنا شايفين حطيت عليها كمية من الفستق وبعد كده قطعتها قطع، وده الشكل النهائي بتاعها. حاجة ما شاء الله،
حقيقي اللي هيجربها هيعتمد الوصفة ومش هيعمل اي بسبوسة تانية تحت اي مسمى. يعني في البيت عندي ما شاء الله كلهم بيحبوها، ودايما دي البسبوسة اللي بتطلب مني، مش بتطلب مني اي انواع تانية، مع ان الحمد لله بعمل البسبوسة كلها بشكل حلو الحمد لله بفضل الله يعني. بس دي بصراحة افضل نوع وكل البيت الحمد لله بيحبها. شايفين بقى البسبوسة لما تقطعيها كده، القطعة بتاعتها رغم انها مرملة جدا ولكن متماسكة وبتعرفي تقطعيها، قوامها حلو قوي. ممكن تحطي عليها بقى شوية من زر الورد او الورد المحمدي، حاجة كده في منتهى الجمال، وبتدي شكل كمان فخامة كده للحلويات. يعني مش حابة تحطي فستق، حابة تحطي حتى فول سوداني مفيش مشكلة. ولكن هي طبعا البسبوسة دي لوحدها لو اتاكلت حتى سادة بتبقى جميلة زي ما احنا شايفين كده. هتقطعيها بقى بالشكل ده لما تبرد، يعني يفضل ان البسبوسة تقعد لها ساعتين 3 كده تهدى، وبعد كده تبدأي تقطعيها. ولكن طبعا احنا علشان التصوير ما بنستناش بصراحة لما يفوت علينا الوقت ده، بنقطعها ونقدمها دايما كده بالشكل ده على طول. شايفين الجمال والعظمة؟ هبدأ بقى اوريكم الترميلة بتاعتها. شايفين البسبوسة من جوه عاملة ازاي؟ شايفين لونها، اللون الذهبي الجميل ده؟ شايفين الترميلة قد ايه طرية؟ حاجة جميلة جدا جدا. اتمنى ان شاء الله انكم كلكم كده تجربوها وتعجبكم. يا ريت اللي يجربها يكتب لي في الكومنتات ان هو جرب البسبوسه وان هي عجبته، لان انا دايما الحمد لله مش هنزل لكم الا كل الحاجات اللي انا مجربها وعارفه ومتاكده من انها ناجحه معايا. يعني مش هتعلم فيكم ان انا انزل اي وصفه كده ترند او اي حاجه موجوده واحنا نجرب مع بعض، لا ان شاء الله مش هنعمل الا الحاجه اللي احنا متاكدين ان هي ناجحه. شايفين الترميله جميله ازاي؟ هي دي البسبوسه بقى. بشكركم يا جماعة على حسن المتابعة، وبشكركم على اللايكات ان شاء الله اللي هتعملوها مقدما. اتمنى اشوفكم ان شاء الله على خير في فيديو جديد ووصفة جديدة. واللي يحب ان انا اعمل له اي وصفة يا ريت يكتب لي في الكومنتات وانا اعملها. وبشكركم لان القناة الحمد لله طالعة بشكل كويس، وباذن الله مش ههزلكم ابدا، وهيبقى الفيديوهات ورا بعضها تباعا باذن الله. اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.